السينامون يا جماعه. وجمال السينامون بقى بدي المخبوزات اللي احنا قلنا عليه. ما شاء الله مطلع نتيجه تحفه. هنخليك تعملي سينامون بقى احترافي. احترافي. نتيجه مبهره مبهره مبهره. والله يا جماعه بصوا، انا اول مره اعمل سينامون يطلع بالجمال ده. بصوا ما شاء الله. ما شاء الله تحفه تحفه. العجينه هشه جدا جدا جدا. احترافي احترافي احترافي. بصوا ما شاء الله يا جماعه. بصوا بقى اوريكم حاجه كده. بص 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 بص. العجينه تحفه تحفه. عملنا بقى يا جماعه السينامون ده بدي المخبوزات ومحسن الخبز. ما شاء الله ما شاء الله مطلع نتيجه خياليه، اقسم بالله خياليه. عجينه قطنيه بشكل اصلا مبهر. بسم الله. هش جدا جدا جدا. انا اول مره اعمل يا جماعه سينابون يطلع بالجمال ده. طبعا الدقيق ده يا جماعه بتاع المخبوزات اللي احنا شغالين بيه واللي اتكلمنا عليه وقلنا لكم يا جماعه ان هو بيطلع نتيجه حلوه جدا في المخبوزات. النهارده ان شاء الله هنعمل بيه بقى السينابون دوت. وهنوريهولك بقى بمقادير احترافيه وطريقه هتعمليه. ولو انت عندك شغل بقى اونلاين او بتشتغلي من البيت او محل او كافيه هيطلع نتيجه تحفه. تابع الفيديو وهتشوف شغل احترافي مع الدقيق ده يا جماعه. الدقيق ده موجود عندنا في المحل بفضل الله. تليفوننا 012 2 564 1677. المكان بتاعنا الاسماعيليه، شارع المدارس، تقاطع شارع طنطا، امام مكتبه الشباب. طبعا بنشحن جميع المحافظات والدليفري شغال نفس الرقم. طبعا التواصل يا جماعه، التواصل بيكون على طريق الواتساب. عشان ساعات الرسائل احنا ما بعرفش ارد عليها او التعليقات، فسامحونا يعني. ويلا نشوف الطريقه. يلا بينا. بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه احنا بنجهز بقى المواد اللي هي الجافه. تمام كده. معانا كيلو دقيق. دقيق مخبوزات يا جماعه. يكون لازم الجلوتين فيه عالي زي ما احنا اتكلمنا لكم على الدقيق وعرفناكم شغل المخبوزات. تمام كده. معانا بنحط عليه ذره ملح. تمام. رشه صغيره كده بايدك كده اهو. ومعانا اهوت معلقه خميره كبيره. ومعلقه بيكنج باودر صغيره. ومعانا معلقه محسن يا جماعه خبز بتاع بيكلاند اللي احنا قلنا عليه. ونبدا بقى نقلب كده معانا الدقيق في المحسن في الخميره. معانا بقى يا جماعه السوائل بتاعتنا دي كوبايه ونص لبن. تمام. ومعاها نص كوبايه زبده. بنحطهم على بعض وبنرفعهم على النار يدفوا بس كده لغايه لما الزبده بس تفك معانا في اللبن. تمام. وبنرفعهم. تكون درجه حراره يا جماعه حوالي 36 37 درجه، مش اكتر من كده عشان الخميره بتاعتنا ما تموتش. كده يا جماعه احنا بنجيب بقى البوله بتاعتنا كده وبننزل باللبن والزبده اللي احنا عملناهم. بننزل يا جماعه عليه بقى بنص كوبايه سكر زي كده. وبنقلب كده لغايه لما السكر بتاعنا يدوب شويه. معانا جماعه هنا 4 بيض يكون كبير، حجم كبير. نازل عليه بشويه فانيليا وشويه قصنص لبن كده. تمام. طبعا احنا بنعمل كده عشان نضيع زفاره البيض يا جماعه، لازم نعمل الحركه دي. نحط الفانيليا وقصنص اللبن مع البيض وننزل بيه كده اهو. بننزل بقى يا جماعه بقى بالدقيق بتاعنا كده. بقى يا جماعه بنقلب بالمعلقه الخشب كده. طبعا لو في معانا عجان هيفرق كتير جدا معانا وهيسهل علينا الامور دي كلها. كده احنا بقى لمينا العجينه كده ونبدا نشتغل بايدينا كده.
كده يا جماعه احنا وصلنا للقوام اللي احنا ايه عايزينه كده. عجينه ايه ناعمه وزي ما احنا شايفينها كده تمام. هنريحها بالظبط 5 دقايق ونشتغل فيها على طول. ما بنخمروش مرتين يا جماعه، بيخمر مره واحده. هنريحه 5 دقايق ونشتغل على طول. تمام كده اهي. بنغطيها بس ال5 دقايق دول لغايه لما ترتاح عشان نعرف نفردها بقى ايه ما تلمش معانا واحنا بنفردها. كده يا جماعه احنا العجينه بتاعتنا ايه ارتاحت حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي، مش اكتر من كده. تمام. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا. بنرش شويه دقيق كده يا جماعه في الارضيه. نبدا يا جماعه نفرد بقى العجينه بتاعتنا على شكل مستطيل. هنبدا بقى ناخد بقى ايه زبده كده تكون بدرجه ايه حراره الغرفه، تكون سايحه، وهندهنها عليها كده اهو. الحشو بتاعنا يا جماعه كده ايه ده كوبايه سكر ومعاها معلقتين قرفه كبار. تمام. نبدا بقى نرشهم كده. ناخد بقى الزبده بتاعتنا كده نعمل كده عشان ايه نثبت الايه السكر مع القرفه. طبعا بقى يا جماعه عين جمل مجروش كده اهوت متكسر قطع صغيره. عايز اقول لكم بيخلي السلمون في حته تانيه بقى. كده يبقى احنا ظبطنا ايه الرول بتاعنا كده. بنبدا بقى ايه نقطع بقى ايه العجينه بتاعتنا. ده الطرف اهو. نجيب الصينيه بتاعتنا نبدا نقطعها بقى يا جماعه بقى ايه مقاسات من ايه متساويه كده اهو. وناخدها كده اهي. ناخد الطرف بتاعها نحطه من تحت كده ون ايه ونوقفها كده في الصينيه بتاعتنا. شايفين عامله ازاي كده اهي. تمام. ناخد الطرف نحطه من تحت كده. شايفين يا جماعه عامله ازاي كده اهو. ايه ظابطينها حاطينها كده. كده يا جماعه ما شاء الله. بصوا بقى ايه السينامون بتاعنا خمر ازاي ما شاء الله. طبعا كنا مغطينه بقى بالكاس كده اهوت بتاع التلاجة او ستريتش.
ان شاء الله. بصوا يا جماعه حجمه اتضاعف ازاي. كده بقى بندخله على درجه حراره يا جماعه 190، وبياخد وقت حوالي تلت ساعه او نص ساعه حسب الفرن بتاعنا. هندخله الفرن ونرجع لكم تاني. كده يا جماعه ما شاء الله. بص السينابون بتاعنا طلع ازاي بقى، ما شاء الله، محترم محترم بجد يعني. بص بقى انا بعمل ايه، بعمل شويه شربات كده، تمام، اللي هو شربات الحلويات الشرقيه عادي، وباخد كده ولمع بس ايه الوش اول ما يطلع كده ايه تلميعه كده، بيخليه فيه لمعه كده وبيديه طعم جميل جدا. ما شاء الله يا جماعه. بصوا يا جماعه بقى اول صاجين طلعناهم اهوت، ما شاء الله. بصوا ما شاء الله السينابون بتاعنا عامل ازاي. طبعا حجمه طبعا تضاعف قد ايه. ده يعني ان العجينه بتاعتنا ناجحه جدا وهش جدا من جوه، ما شاء الله قوه الا بالله. طبعا يا جماعه اللي عجبه الفيديو شير ولايك عشان الكل يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.